قبل 35 عاما كان عدد المبتعثين السعوديين من الأطباء في دولة كندا لا يتجاوز 10، واليوم يقترب من 1000 طبيب وطبيبة في شتى المجالات. المستشفيات الكندية تحتضن الأطباء السعوديين في مرحلتي الزمالة والتخصصات الدقيقة، التي قد تستمر مجتمعة إلى 9 أعوام من العمل، حيث يؤدي الطبيب السعودي نفس الأدوار التي يقوم بها الطبيب الكندي، كإجراء العمليات باختلاف أنواعها ومتابعة المرضى، لا كما يعتقده البعض بأن الطبيب عندما يعود للوطن ذاك عهده بالمستشفيات. نحن الأطباء السعوديين في كندا نقوم بجميع العمليات البسيطة منها والمعقدة على المرضى. بيئة العمل في كندا بيئة شيقة جدا، ممتعة، صحيح ساعات العمل طويلة وشاقة، إلا أنها في النهاية بيئة خلاقة للإبداع. بالنسبة للوضع الاجتماعي أنا فيه بعض الصعوبة نظرا لوجود الطبيب بصفة مستمرة في المستشفى ووجود المناوبات ساعات طويلة، وهذا ينعكس على بعد الطبيب عن أهله فترات طويلة، ولكن هذا يعوضه أولا وجود المجتمع السعودي في مدينة أوتاوا حيث الجميع يخدم الجميع. الأمر الثاني أنه الأهالي أيضا بدأوا يتعودوا على الاعتماد على النفس، وكل هذه الأمور تساعد في تخفيف هذه المشكلة. قبل سنوات وفي مدينة مونتريال كان أحد الأطباء السعوديين ضمن الفريق الطبي المباشر لحالة رئيس الوزراء الكندي السابق، حيث كانت محل تقدير للجانبين بمهنية المستشفيات وللأطباء في مرحلة التدريب، بل تجاوزت الثقة إلى حصول الطبيب السعودي لعروض بالبقاء هنا. فعلا الطبيب السعودي وصل مرحلة من التميز والإبداع، لأنه أغلبنا يحصل على عقود كندية لممارسة الطب في كندا، قد بعض الأحيان تصل العائد المادي منها إلى 3 أو 4 أضعاف مقارنة بالعائد المادي في السعودية، إلا أنه نقطة تنحسب للأطباء السعوديين حرصهم على العودة للوطن والمساهمة في ارتقاء المستوى الصحي اللي بدأوه زملائنا في المملكة العربية السعودية. And I think that overall they make a great contribution to the academic environment here at the Heart Institute, and they do a great job taking care of the patients here, and they make a great contribution, and we're a better place for having them here. داخل الملحقية الثقافية هناك 10 مشرفين في وحدة الأطباء، وهم معنيون بكافة التفاصيل كالتنسيق مع المستشفيات للجوانب الإدارية والقانونية. تكاليف مرحلتي الزمالة والتخصصات الدقيقة تقدر سنويا $75,000 للطبيب الواحد، لكن ثمة قول بأن الحكومة السعودية هي الوحيدة التي تقدم هذه المبالغ دون غيرها. المبلغ هو 75,000 للطبيب السعودي لكل سنة، وهذا شامل التعليم والتدريب والمناوبات في نهاية الأسبوع. هذا مساوي لجميع الجنسيات بما فيها الجنسية الكندية، جميعهم حسب الاتفاقيات مع الجامعات يدفعون نفس المبلغ تماما. التخصصات الطبية للمبتعثين كثيرة، لكن أغلبها في طب الأطفال والأورام، كذلك جراحة القلب، كما أن الطبيبات السعوديات أثبتن كفاءتهن رغم مسؤولياتهن العائلية الأخرى، حيث يمثلن 32% من إجمالي مبتعثي الطب في كندا.